حياكم الله. مشاكل نادي ريال مدريد وبرشلونه وحلها حسب راي المتواضع، خلي لايك وخلي نطير سوا. نبديها بنادي برشلونه الاسباني. نادي برشلونه الاسباني عنده مشكلتين اساسيات لازم يلقى لهم حل لما بده ينافس، وانا اقول لك 100% اذا حل هالمشكلتين بيبطل اوروبا الموسم الجاي نادي برشلونه. المشكله الاولى هانزي فليك، والمشكله الثانيه ديكو البرتغالي. هانزي فليك مدرب جيد متفقين عليه، برشلونيين مدريديين الكل اراء العالم، ولكن طريقه الدفاع مالته قاعد تسبب له خسائر، وخاصه بالمباريات الفاصله او الحاسمه، بسبب طريقه الدفاع المتقدم اللي يخلي مساحه كبيره بين الدفاع والحارس. اذا استغل المهاجم راح يكون انفراد صريح وهدف، او تهور من المدافع راح يسبب بطاقه حمراء. المشكله الثانيه ديكو البرتغالي قاعد يتعاقد مع لاعبين منتهين الصلاحيه، اخر 5 مواسم هاي تعاقدات نادي برشلونه كلها منتهيه الصلاحيه، فلوس ندب بالشط. نادي برشلونه حاليا نفس الخطا قاعد يكرره، قاعد يحاول يتعاقد مع المهاجم الاسباني اوريزابال، مهاجم ريال سوسيداد الاسباني، لاعب عمره 29، بعد كم شهر راح يدخل 30، مهاجم ما عنده الخبره العالميه، صح قريب من اغلب نجوم برشلونه بما انه يلعب منتخب اسبانيا، ولكن التعاقد بالنسبه لي فاشل. انت كبرشلوني هذين النقطتين صحيحات او خطا اكتب لي بالتعليقات. اما بالنسبه لنادي ريال مدريد، فنادي ريال مدريد مشكلته لا يم كثره نجوم ولا يم مدرب، مشكلته براس الهرم مالته اللي هو بيريز. بيريز قاعد يدي السلطه للاعبين على المدرب، يعني يجي مدرب يجي يعطي تكتيك او رسم تكتيكي او طريقه لعب بالملعب، اللاعب ما قاعد يطبق. هنا شلون يعاقب المدرب اذا هو سلطته اعلى من المدرب؟ فبيريز اتمنى يصحح خطأه ويعطي كل ذي حق حقه، ويعطي المدرب هو الاستحقاق الاكبر عمود يقدر ينافس في البطولات الجايه. يعني من يجي مورينيو او كلوب مستحيل يجي اذا يبقى بيريز هيجي. اذا اجى مورينيو اذا يلقى هيك اخبار او هيك امور بغرفه الملابس وبيريز مطيع مسيطر عليه، فما راح يقدر يحصل شيء. وانتظر موسم صفر ثالث الجماهير الريال، وانا ان شاء الله انتظر، لان هي المشكله الكبيره ولازم نلقى لها حل. وهي مشاكل الريال برشلونه. اذا عندك راي يخالف رايي اتمنى تكتب بالتعليقات. ويا شباب وصلت 500 مشترك، اتمنى اوصل 1000 مشترك قبل نهايه كاس العالم، وشكرا لكم.